في ذنب خطير جدا اغلب الشباب بتعمله يوم الجمعة وهي ما تعرفش. الذنب ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو كررته اكتر من 3 مرات ربنا سبحانه وتعالى هيمنع وصول الخير الى قلبك. ومش بس كده كمان، ومنع ابواب الرزق انها تخش بيتك. انا جاي اقول لك على الذنب ده بنص سيدنا النبي، بس قبل ما اقول لك عليه هتصلي على الحبيب المصطفى في الكومنتات، وهتعمل لايك للفيديو ده علشان الفيديو ينتشر واللي ما يعرفش يعرف، وتاخد الاجر والثواب وتدل على الخير كفاعله. رسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها، يعني انت تبقى قاعد في البيت وسامع الجمعة شغالة والخطيب شغال وما تروحش تصلي وتبقى قاعد بتلعب او قاعد ماسك التليفون او بتعمل اي حاجة. ايه بقى اللي بيحصل لك لما بتعمل كده؟ سيدنا النبي بيقول طبع الله على قلبي. يعني لو انت تركت صلاة الجمعة 3 مرات ورا بعض ومفيش اي عذر يمنعك من ان انت تروح تصلي زي مرض او ما شابه ذلك، اغلق الله عليك من ابواب الخير وجعل قلبك كقلب المنافق. بس كده. لو انت اول مرة تعرف المعلومة دي صلي على حبيبنا وشفيعنا المصطفى في الكومنتات. سلام.